يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ عبد المجيد العايب، مرحبا بك على قناة تواصل تي في، قناة الشباب، قناة التي يرى فيها الشباب ناطقة باسم أهداف الثورة وباسم شباب الثورة. مرحبا بك، لو تتفضل أولا بتقديم نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمي عبد المجيد العايب، نقابي سابق للاتحاد العام التونسي للشغل لمدة طويلة من عام 80 وأنا في الاتحاد العام التونسي للشغل، ونشطت في قطاع النسيج، تابع القطاع النسيج الاتحاد، وكنت كاتب عام نقابة أساسية وكاتب عام فرع جامعي للنسيج بولاية المستي. كم دمت هذه المرحلة أو نشاط في داخل الاتحاد؟ بدأنا أكثر من 30 سنة، 32 سنة. يعني تقريبا متواصل من الثمانينات إلى الآن؟ لم يقع فيه انتقال. إذن سيدي عبد الكريم، مرحبا بك. عبد المجيد، ما دام قدمت نفسك على أنك نقابي، كيف لو تتفضل وتفسر لنا ما يحدث الآن في الساحة في تونس والاتحاد، خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل هو طرف فيما يحدث كما نسمع ونرى الآن في بعد الثورة أنه كانت كل الأنظار متجهة نحو الانتخابات المجلس التأسيسي، وكانت الناس كنت ناظر من أجل أحزابها، وكان كان الصراع السياسي من أجل المجلس التأسيسي. بعد النتائج اللي تحصلت عليها حركة النهضة والأطراف الأخرى، وهم النتائج متاعهم اللي كانت ضعيفة جدا، معناها لقوا أنهم عندهم أسبقية في 23 سنة، والاتحاد لم يتغير، معناها ما قعدش في انتخابات ديمقراطية داخل الاتحاد، وكانت في فترة بن علي 23 سنة الانتخابات تمثل إلا في قليل من الاتحادات الجهوية كانت الديمقراطية، وخاصة الاتحاد الجهوي صفاقس. الحقيقة الواحد يقول أنه فيه انتخابات ديمقراطية، والبقية كانت معناها الانتخابات فيها وعليها. والتواجد النقابي داخل الواحد كان فيه جانب اليسار، لأن كانت الأطراف الكلية غايبة على الساحة، وكان الاتحاد مكبل باليسار والكل. بعد الثورة هم كانوا متواجدين في القيادة، وبعد ما تمرت برقة كان النجاح للقائمة اللي ما كانتش قائمة نقابية. كنا نريد أن تكون قائمة نقابية مستقلة تدافع عن، تجعل من الاتحاد من اتحاد مستقل يحمي كل التوجهات السياسية بدون أن يجيب الاتحاد لصراعات هامشية، معناها صراعات ما تخدمش المصلحة نتاع البلاد، صراعات من أجل أجندات سياسية. ونعرفوا الناس والتصريحات الأخيرة نتاع أعضاء المكتب التنفيذي، خاصة ما نقولوش أنه كل أعضاء المكتب التنفيذي عندهم معناها أجندات سياسية، ونقولوا أنه خاصة أخص بالذكر سامي الطاهر، حفيظ محمد المسلمي، إلا هذوما ما ينكر حتى أنه محمد المسلمي من حزب يرأس عبد الرزاق الأمامي، حفيظ من حزب محمد الأمامي، شكري سامي الطاهر من حزب شكري بالعيد. وهذا ولاو يسبقوا الاجندات السياسيه على الاجندات النقابيه اللي تخدم مصالح العمال. وهنا كراو معناها انه الضربات عمره الاتحاد ما جز لضربات انه باربع ايام من 4 ايام اضراب البلديه من الاول، انه يبداو بنهاير، يبداو بالبندروج، يبداو معناها بندروج، بعد تالي نهاير، بعد تالي اثنين، بعد تالي يلوجوا على الحلول. والامين العام يتصل بالسلطه اللي جاب حلول. كانت هذه المفاوضات. اليوم تشعر وكانه كلهم معناه والمطالبه، وللاسف الشديد انه احنا ما نرفض طلبات العمال، نحن ندعم طلبات العمال، اما عندما نشعر ان البلاد تبذل طلبات مجحفه نقولوا هذه طلبات معناها يجب أن تعد إحنا مع طلبة العمال، والتشغيل هو أولوية في البلاد. الرغم الناس هذه من لا يهمها لا تشغيل
لا يهمها أنه عمال بتحقق الزيادات عندهم أجندة لإسقاط الحكومة، أجندة سياسية نقولها بالتم أنهم عندهم أجندة سياسية لإسقاط الحكومة. في مصلحة شكون إسقاط الحكومة توا في الفترة هذه؟ في مصلحة عندنا، في مصلحة الاتحاد والبلاد الراوت البطالة كيف هي الصراعات اللي هي الجار. من المفروض أنه الاتحاد هو اللي يشد معناها التوازن نتاع البلاد بين كل الأطراف، والاتحاد عنده قيمته عنده وزنه، ما يلزمش الطرف السياسي. اليوم أنا كرا في المسيرة الشعبية معناها إهانة كبيرة لباجي قايد السمسي اللي هو عدو للاتحاد، تاريخه عدو، ما كان يضرب في الاتحاد نعرفوا معناها أنه معروف بالأمور. نعرفوا الأطراف الأخرى معناها أشخاص كيفاش تتمول رؤساء أحزاب، وإحنا نعرفوا أن فما شخص رئيس حزب ياخذ في شهرية من أسيرونس الاتحاد، مرته تاخذ شهرية وهو ياخذ شهرية، وهذا معناه معروف عند الناس الكل. اليوم تحدثت مع عمال معمل أتيكو معناها زوجة رئيس الحزب هذا خذت 12 مليون من الاتحاد باش تدافع عن العمال هذو، ونلقاهم يتبكاو. نزلت ما انزلتش الاحكام بعد ما قبضت 12 مليون من الاتحاد. هاو علاش يحبوا الاتحاد الناس هذو، يحبوا ابتزاز للاتحاد، يحبوا الاتحاد نتاع ندوات فكريه لضرب هويه البلاد. ونعرف شكون كان يدير لهم الندوات هذه، منظمات مشبوهه تاع صهيونيه كما فريدريك إيبال، منظمة فريدريك إيبال كانوا نجيبوها باش نعملوا بها السهرات الليلية. حتى من السهرات الليلية والخمرية كان توفرها المنظمة هذه فريدريك. احنا نحبوا اتحاد مناضل الا نعرفوه في عهد عاشور، في عهد حشاش، في عهد ما فيش معناه الامور هذه. اليوم الناس مش تناضل والنقابين لانه يعز علينا الاتحاد العام التونسي للشغل، ما نسمحوش لاطراف مربوطه بأجندات غربية أنه الاتحاد مستقل. الاتحاد لابد أن يدافع. الاتحاد في تاريخه حشاد العظيم بعث مقاتلين لفلسطين باش يقاتلوا من أجل فلسطين، وكان توجه إسلامي. ونعرفوا إحنا الاتحاد شكون أسسوا حشاد اللي توجه إسلامي، والشيخ الفاضل بن عاشور. اليوم يحبوا يوجهوه وجهة أخرى باش يردوا لا، الاتحاد سيبقى كما كان. انه كما بقات البلاد 50 سنه وهم يغربوا فيها، ورجع الشعب قال لهم رانا مسلمين. اليوم الاتحاد سيبقى كما اسسوا صاحبه حشام، ولن نحيد على طريقه. إذا أستاذ عبد المجيد، أنت قلت أن الاتحاد الآن يقع توظيفه لأجندات حزبية ولأجندة معينة قد تكون فيها لمسات حتى الخارج، والغاية منها كما قلت إسقاط الحكومة، وأنت قلت أتحمل مسؤوليتي في هذا. لكن هنا آتي إلى السؤال وأقول لك أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان دائما، وكما يقول مجموعة كبيرة من النقابيين، مظلة لكل العائلات السياسية وكل التوجهات الفكرية بما في ذلك الإسلاميين. فلماذا هو يعاديهم الآن؟ وإلى أي مدى هذا الكلام هو صحيح؟ لأنه فعلا الاتحاد العام التونسي للشغل هو مظلة لكل التيارات السياسية، كان ولا زال. كان مظلة في الثمانينات عندما كان الزعيم لحبيب عاشور، صحيح كان مظلة، رغم أن الإسلاميين لم يكونوا طرفا في الأمور باش يدافع. كان يدافع عن كل الأطراف بدون حسابات في عهد الزعيم لحبيب عاشور. لكن الاتحاد بعد عام 90 ومؤتمر سوسة، معناها بعد التحالف قيادة الاتحاد في ذلك الوقت مع بن علي، وكان مؤتمر سوسة المعروف الشهير أنه تحالف قيادة الاتحاد مع بن علي، وكان يشرف على مؤتمر سوسة عام 90 منصور الرويسي وسمير العبيدي، وأفرزت التشكيلة أمينة نعاما اسمه إسماعيل السحباني اللي هو تو مؤسس اتحاد عمال تونس. إسماعيل السحباني بعد عام واثنين بعد اعتقالات الإسلاميين بدأ بإقصاء الإسلاميين
وأول إقصاء بدأ بالنقابة العامة للتعليم الثانوي عندما كان يرأسه أحمد الكحلاوي والمجموعة، ونصب عبيد البريكي على رأس النقابة العامة للتعليم الابتدائي، تنصيب مؤتمر التعليم الثانوي. وبعد ذلك وفي عام 93 شعر اسماعيل السحباني أن هناك أعضاء داخل الاتحاد ما ينجمش يطبق معهم مرونة الشغل اللي كانت طالب بها الدولة والكل، لأنه فما أعضاء كانوا يرفضوا الأمور هذه. إسماعيل السحباني جاء مؤتمر 93 وزور مؤتمر 93 لإقصاء عناصر منهم عبد النور المداحي وعلي رمضان وتقصاوا هذول، ونصب الناطق الرسمي السابق للاتحاد تنصيبا غير قانوني، لانه ما يسمحلوش القانون باش يترشح وقت للمؤتمر. السيد عبيد البريكي. العبيد البريكي نصب تنصيبا وكان في قياده المكتب التنفيذي. وعام 93 وقع تحالف بين اسماعيل السحباني وعبد الله القلال، وخرجت قائمات اسميه باسم الاسلاميين من دور الاتحاد، واعتقل عديد الاسلاميين بتلك القائمات، وانا كنت ضحيه من ضحايا الاتحاد في تلك الفتره. وكانوا عديد القيادات الموجوده متوسطه في طليعتهم الاخ مختار بالحاج خليفه كاتب عام اتحاد جهوي زهوان، والأخ محمد السعيدي كاتب عام اتحاد جهوي باجة، والأخ عمر الجيناوي كاتب عام جامعة المهن المختلفة، وعديد الأشخاص وبقوا في السجون. هناك من حكم بعام ونصف وهناك من حكم ب4 شهور، وهو بقائمات كتبت في الاتحاد، القائمات الاسمية معناه خرجت. والناس هذوما اليوم اللي هما معناه كانوا متحالفين مع اسماعيل السحباني، هما بديهم يتكلموا ويقولوا على انه النظام داخل الاتحاد في ذلك الوقت ما خرجش حتى بيان يندد بالاعتقالات اللي صارت للاسلاميين، ما خرجش حتى بيان. وحتى بعد ما خرجوا ودارت الامور الكل كان عمرهم ما رجعوا ناس يخدموا ولا طالبوا برجوعهم للخدمه. كانوا يقولوا معناها تهمه انهم هذوما يخدموا في السياسه، احنا ما نتحملوش مسؤوليتهم للاسف الشديد. وطيله 23 سنه كانت الاسلاميين معناها مقولين، معناها بعد ما عملوا المؤتمر هذا في طبرقه بالطبع شكون مش يصعد في غياب انه انتخابات ديمقراطيه. وللأسف الشديد أن نقول من المفروض في عام الثورة كأبقى في عام 81 رجع الاتحاد بعد ما رجع محمد مزاري ورجع الاتحاد، شكل لجنة وتجديد مؤتمرات ديمقراطية. في 90 وقعت لجنة ووقع تجديد النقابات بطريقة ديمقراطية. وبعد الثورة يتمسكون بالنقابات اللي معناها أكثرهم ما عندهاش شرعية، ونقابات نعرفوها كيفاش تعملت، ويعملوا مؤتمر في طبرقة ونعرفوا الطريقة والأمين المالي كيف معناها تعملت القائمات متاع المؤسسات باش يخرجوا نيابات يخرجوا بها التشكيلة هذه، لأنه كان مخطط لإيجاد تشكيلة لحماية الناس السابقين، معناها لحمايتهم من الأمور باش يقعدوا يدافعوا عليهم ويعرفوا أنه فما ناس مورطة في ملفات. وهذا علاش تعمل المؤتمر بتلك الطريقة. ونعرفوا اليوم يتكلموا على الديمقراطية متاع المؤتمر، وأني أعرف ونقول مستعد باش نبين عديد النيابات. أنا اليوم كنقول في الاتحاد أنه جهة المستير الا معروفه هذه توا احنا كنقولوا الثوره ان فيها مؤسسات كبيره وفيها كل شيء، ونقولوا ان جهات معينه محرومه. نجي نلقى جهه المستير فيها 20 نيابه
يحضروا في المؤتمر إلا فيها مؤسسات. ونجي نلقى جهة القروان إلا محرومة، لأنه الاتحاد في نفس اللون ونفس المواصفات نتاع الناس هذوما كما الكل نلقاهم عندهم 22 نيابة أكثر من 200. شنو تفسر؟ وين النيابات هذوما؟ منين جابوهم؟ ستير معناه كلها مؤسسات فيها 20 نيابة، والقروان 22 نيابة. معناه بناء المؤسسات يلزم يكون في المستير حسب رأي الواحد، لأنهم محرومين ما عندهمش مؤسسات. يعني من جهة المستير نتكلم في الكلام، وأني نعرف أن المستير هي أكثر، لكن باش عملوا نيابات ودوروا باش يعملوا مؤتمرات برضه. هذا إذن سيد عبد المجيد بعجالة، بماذا تنصح الآن الطبقة الشغالة والعمال ومنخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل، وأنت كما تقول هو منظمتنا ونحن غير مستعدين للتفريط فيه؟ نحن ننصح جميع الطبقة الشغالة للمحافظة على الاتحاد في أن يبقى الاتحاد مستقل عن التيارات السياسية بما فيهم حركة النهضة. نحب الاتحاد مستقل يدافع عن الاتحاد، يدافع عن الحريات بكل التعامل مع المجتمع المدني، التعامل مع كل الناس الكل، ويحتضن كل بدون ما يميز طرف على طرف. الإنسان والناس اللي يحبوا يجبوا الاتحاد يلزم الناس الكل تصدي لهم باش ما يهزوش الاتحاد إلى مواجهات ما تخدمش مصلحة العمال. نحبوا اتحاد مناضل، اتحاد يتصدى لكل إن كان هناك ظلم من طرف الحكومة فنحن سنتصدى لهذه الحكومة، وإن كان أنه نحب نجروا لمواجهات الضرب بالبلاد، الاتحاد تاريخه يخدم مصلحة البلاد ما يخدمش عدو للبلاد هذه. شكرا أخي عبد المجيد، ولكن لي سؤال جاء عن طريق ملاحظة بسيطة. نسمع الآن وكان الاتحاد يتحدث عن الحكومة ولكن آليا يدرج حركة النهضة في المعركة، وسمعتك في أكثر من مرة تتحدث عن حركة النهضة، ونحن نسألك ونوجه الأسئلة عن الاتحاد، فما علاقة فما السر في هذه العلاقة؟ أو بالنسبة لهم احنا نعطيك تاريخين كما تعمل بالنسبة لنا سياسيا في الخارج. الناس الكل كانت عداها لحكومة الأخ إسماعيل هنية أن حكومة حماس اليوم حكومة النهضة. هذا رأيهم هما، معناه الناس المتسيسين يلزم هم العدو نتاعهم الرئيسي مش الحكومة، العدو الرئيسي نتاعهم هما حكومة، هما حركة النهضة اللي يخالفوها جدا، لأنه يريدوا بلاد علمانية كالعادة. معناها 50 سنة تبقى على هكا، معناها 50 سنة يبنوا في العلمانية واليوم تضرب معناها الآثار الكل وتصبح تونس شعب هما ما ينجموش. هذا على مصلحة تونس؟ لا مش هما ضرر، ما يهمهمش تونس، هما يهمهم أن توفر لهم الامور اللي يطالبوا بها. هما الحداثه اللي تكلموا احنا ماناش، انا ماني ضد شنو الحداثه اللي يتحدثوا عليها، لكن هما يرفضوا انه اليوم يراوا الشعب ولا يعبر عن توجهاته وارتباطه، الشعب ولا معنى ارتباطاته بامته العربيه والاسلاميه. هما خايفين، يحبوا اجندتهم مربوطه بالغرب بفرنسا، حتى اسرائيل ما تقلقهمش بعض الناس بعض توجهات سياسية، حتى إسرائيل ما تقلقهمش عادية بالنسبة لهم. قطر أخطر من إسرائيل عندهم، وأنا متأكد من ذلك. والكلهم الأغلبية ما يقلقهمش التطبيع، وإحنا ما شاهدناه في الهيئة العليا اللي هي تتكون منهم أنه ناس دافعت على التطبيع، منهم هم يدافع عن التطبيع ما يقلقهمش. أما هم يعرفوا أن حزب حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل ناضوا في نفس الاتجاه ضد التطبيع وساندت فلسطين، كل فلسطين، لكنها الناس هذوما اللي اختاروا انه الاتحاد يوليش ينادي بالتطبيع، لانهم هم يساندوا بعض قيادات فتح المطبعين مع اسرائيل ومعناه ضد قيادات حماس. الناس هذوما والناس الكل تعرف تاريخيا، واحنا نعرفه مش قياده الاتحاد الكل. أنا كنقول الأشخاص اللي سميتهم نتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي